يا نهار اسود. احنا في بيت كان عندنا بيتبني برضو، قعد فتره كده واقف، ففي غرفه اللي اسمه ايه الغفير، والغفير ما كانش موجود، ففي لمبه على الاوضه دي. تمام. فقمت انا كنت معرف المنطقه كلها وواهمهم كلهم ان البيت ده مسكون، وكلهم اشتروا مني الحوار ده. على فكره احنا بجد واحنا صغيرين كان عندنا درجه اقناع ان البيت ده مسكون او في حاجه هنا رهيبه. ما انا بقى عملت الاوسخ، ان في واحد قال لك لا، وطلع زي الفلوطه كده قال لك لا مفيش وبتاع والحاجات ده، وده كل ده خرافات ومش عارف ايه. قلت له يا عم ماشي يا عم براحتك وبتاع، طب ايه خش البيت ده. فدخل، ففي لمبه اللي هي على اوضه الغفير، فقمت عامل ايه بقى، معلق قدامها، شفت الاسكeleton الصغير، عارفاه. قمت معلق قدامه اللمبه دي، قمت معلق قدامها الاسكeleton، فقام رامي ظل على الحيطه هيكل عظمي. هيكبر كبير قوي. فالواد ده يا دين امي ما قربش من المنطقه مش من البيت. بس انا مش بصدق في الهيكل العظمي، يعني انا لو شفت ظل على الارض هترعب اكتر من الهيكل احنا العظمي. صغيرين بقى فاهم، فهيصدق. فقشطه. الكلام ده واحنا صغيرين فشخ، الكلام ده في ابتدائي، تانية ابتدائي، تالتة ابتدائي، حاجه كده. الوحيد كنا صغيرين فشخ فعلا، كنا صغيرين قوي يعني. فالواد اترعب يوميها رعبه، وكل بقى المنطقه كلها كبير وصغير صدق ان في حاجه. اكتر